3 كتب برشحها لكم لو عايزين تقروا في العيد، كتب لذيذه ودمها خفيف وهتبسطكم. 1 اذاعه الاغاني لعمر طه، كتاب لذيذ جدا وفيه مواقف كتير قوي مسليه. هتلاقي نفسك بتلف كده من عالم لعالم ومن مشهد لمشهد. هتلاقي نفسك مره في تونس قاعد كده في بيت قديم بتحكي مع ست كبيره، ومره هتكون في الثمانينات قاعد في حي قديم في بيت من بيوت القاهره، وكل ده وانت عمال تسمع اغاني في الخلفيه. هتحس انك سامعها بجد وقاعد بتدندن معاها كمان، وهتتعرف على كواليس لاغاني كتير احنا بنحبها. 2 كتاب مقصوفة الرقبة لغادة عبد العال. الكتاب ده دستور لكل بنت، بيوصف حال كل أنثى عايشة في المجتمع المصري، بيعرض القضايا والمشاكل اللي بتتعرض ليها البنات عندنا في المجتمع وإزاي ممكن تتعامل معاها. والكتاب عبارة عن مجموعة مقالات مكتوبة بأسلوب سهل ساخر وبلغة عامية مصرية، هيعجبك اقريه. رقم 3 تذكرة وحيدة للقاهرة، رواية لذيذة جدا، تعتبر كده كتاب مغامرات بنعيش فيه مع البطل النوبي اللي بيسافر من أسوان للقاهرة في الأربعينات، وبيشتغل في نادي الجزيرة وبيعيش في حارة من حواري عابدين، وده بيخليه يتعامل مع طبقات المجتمع المختلفة. وبنعيش بقى مع البطل وهو بيتنقل من شغل للتاني ومن مدينة للتانية، وبيسافر من القاهرة لاسكندرية ومنها على سويسرا، ونفضل نتنقل معاه رايحين جايين عايشين في مغامرات لحد ما نشوف هترسي على ايه في الاخر. عندكم اقتراحات تانية نقراها في العيد؟ شاركونا في الكومنتس. وكل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم.